عندنا ما نديرو، وراني توعدت والجيش راه جاهز. عندنا ما نديرو، مجرد ما يحلوا لنا الحدود الجميع شاهد تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمرشح للولاية الثانية، حيث أقسم بالله وقال: لو ساعدت مصر الجزائر وفتحت الحدود لديه ما سيفعل. فقد توعد وتوعد، وقال أن الجيش الجزائري جاهز. لنشاهد مقتطفات من تصريح تبون ونعود إليكم. الله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة. عندنا ما نديرو، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة. عندنا ما نديرو، وراني توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. يتحدث مهرج الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون ويتهم صراحة مصر بإغلاق الحدود أمام الجيش الجزائري، كأن هذا الجيش لا يمتلك طائرات ولا غواصات ولا بوارج بحرية، كما أن الجيش الجزائري لا يستطيع بلوغ مصر بدون المرور على التراب الليبي. وكما هو معلوم أن الجيش الجزائري عاجز تماما على الوصول إلى الحدود الليبية، خصوصا بعد وسيطرة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر على كل حدود الليبية الجزائرية، وفرار الجيش الجزائري الجبان. أما بخصوص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم ينتظر كثيرا، حيث قال وبصريح العبارة: الحدود مفتوحة. أعبر رفح مفتوح على مدار ال 24 ساعة في ال7 أيام في ال30 يوم. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. 5 مليون واحد، ما تروح يا سيف حد ماسك ايدك حررها، والله العظيم اخدك بالحضن وابوسك ويا مرحبا واسقف لك ومشيك، روح حررها. يا جماعة التحرير كلام، ما تخلينا بقى نشتغل. فاللي بيقولوا القدس ومش القدس والبتاع وبيتكلم ليه؟ ما توريني شطارتك. يلا يا حبيبي، عامل زي ما بتقولي سيبنا علينا موته. طب ما تروح تموته، خلاص روح موته. حاجه غريبه، هو احنا بس كلام. توعدت والجيش راه جاهز. عندنا ما نديرو، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. إذن ماذا ينتظر الجيش الجزائري؟ اتركوا لي الجواب في التعليقات. إن لم تستعيف عما ما تشاء. عودي إن لم تستعيف عما ما تشاء.